السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل عام وحضراتكم جميعا بخير وبسعادة وفي صحة وبال رايق إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. الفيديو النهاردة فيديو يحتوي على عدة نقاط، هنتكلم في كل نقطة بإيجاز. أهم نقطة فيهم موعد تجديد احمد سيد زيزو لنادي الزمالك، الموعد النهائي بدون مماطله. اخر حاجه، اخر كلام، اخر حوار لزيزو في تجديد عقوده مع نادي الزمالك. ده هخليها في اخر الفيديو. ليه؟ لسببين. السبب الاولاني عشان تتفرجوا على الفيديو لاخره، والسبب التاني لانه هيبقى فرقعه قنبله قنبله، لان محدش جاب الميعاد ده غير العبد الله. هو اكسكلوسيف، حصري فقط عند عم حسن. اي حد يقول لك اي حاجه تانية بقى، ده كل ده هري وهبد وهاتش وتاتش والكلام ده كله. اوكي، وانتوا عارفين ان انا بجيب الكلام من اخره، يعني من ابو اخر. طيب، النقطه الاولى، احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو يطلب الحمايه البريطانيه على مصر. حمايه بريطانيه؟ ده مين ده؟ ده مين ده اللي هيطلب الحمايه البريطانيه؟ ده الخديوي توفيق ده ولا ايه؟ لا، احمد حسام ميدو قرر انه يطلع من مصر الى انجلترا عشان يعمل مؤتمر صحفي يقول فيه ويكشف ويفضح الوسط الرياضي المصري، ويكشف عن الفساد اللي جاري وحاصل في الوسط الرياضي المصري. يعني احمد حسام ميدو ناوي يطلع يفضح الفساد في الوسط الرياضي المصري. هيفضح نفسه لانه هو الفساد. لان احمد حسام ميدو لما بيفوق من اللي انتوا فاهمينه بيطلع بيكون هو نسي كل حاجه، فبيطلع يقول اي هرتله وناسي ومتناسي تماما ان في اهو. شايفين اللي انا بعمله ده؟ الفيديو اللي انا بعمله ده بنزله على الفيسبوك وبنزله على اليوتيوب، وساعات بينزل على الانستجرام او التيك توك وحاجات. الحاجات دي ثابته وموجوده ما بتمشيش. فاحمد حسام ميدو بيناقض نفسه في كل فيديو وفي كل تصريح غير التاني، بيطلع يقول كلام متناقض. فناوي يطلع يفضح نفسه ويفضح النادي بتاعه، يفضح الكيان المهلهل المسمى بكيان الزمالك. للأسف يعني هم سلموا الأمور لسفهاء الأمور من الآخر. فمش عارف هو بريطانيا ليه، يعني انجلترا او لندن ليه عاصمة انجلترا او بريطانيا ليه؟ يعني هيعملوا لك ايه؟ يعني بيكهام مثلا هينزل يشد سيفه وينزل ياخد حق الزمالك؟ ولا اذا كان لي حق، ولا انت ناوي تروح تكشف وتفضح الكرة المصرية وتعري محمد صلاح مو صلاح؟ هو ده اللي جاي من الوسط الفاسد الماجن ولا ايه؟ ولا هتعمل ايه؟ الله اعلم. بس ادينا هنتفرج، يعني الاراجوزات شغالة واحنا بنتفرج ونضحك بس. دي اول حاجة. طيب، ايه الحاجة التانية؟ الكابتن الخلوق الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، والحكاية اللي بتتعمل حواليه، والتهديد الصريح الواضح والصريح من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ضد الكابتن محمود الخطيب، والمكيدة التي تحاك له لخلعه من رئاسة مجلس إدارة نادي الأهلي بحجة القانون الجديد اللي لسه لم يوافق عليه أو يعتمد من مجلس الشعب، اللي مواجه صعوبات كثيرة جدا 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 بالثمان سنوات بتوع مجالس الإدارات. وبذلك لا يستطيع الكابتن محمود الخطيب أن يدخل الانتخابات القادمة، وفشل هذه الخطة تماما. أنا بحب أطمن كل جماهير الأهلي والكابتن محمود الخطيب نفسه، رغم ان الكابتن محمود الخطيب مش محتاج يطمن ولا عايز يطمن ولا فارق معاه اصلا الموضوع اللي هو عمال يجري فيه بالمشوار اشرف صبحي. وان شاء الله
باء بالفشل وسيبوء بالفشل، وهو اصلا مشروع فاشل طالع من انسان فاشل، لان الموضوع لا يبتغي فيه الاصلاح او اي شيء، وانما الحرب والمكايده للكابتن محمود الخطيب. وان شاء الله هينتصر الكابتن محمود الخطيب على كل هؤلاء الفشله الفسده، وعلى راسهم وزير الشباب والرياضه. ليه فاشل الموضوع وليه الموضوع مش هيحصل؟ اولا مجلس الشعب او مجلس النواب يعني على مشارف انه ينتهي كله، فالمشروع القانون لازم الاول يتعرض على مجلس الوزراء وعلى اللجنه التشريعيه وعلى اللجنه الدستوريه والمحكمه الدستوريه، وياخد موافقه. واللي احنا عارفينه كلنا ان اللجنه التشريعيه في مجلس الوزراء رفض تام هذا القرار، لانه بيتنافى مع القوانين الدوليه ومع الاعراف الدوليه وتدخل الحكومه في الهيئات الرياضيه و فهيفشل. وعشان يتعرض على مجلس الشعب لازم يروح موقع ومعتمد من اللجنة التشريعية بتاعة مجلس الوزراء، وهم رافضين تماما. طب فرض ان هم وافقوا، عقبال ما يتعرض عليهم ويتبحث قانونا ويتبحث دستوريا ويتخذ الآراء كلها ويتوافق عليه يا عم، عدى شهرين. الشهرين دول اللي هم ايه؟ انتهاء اللجنة او المدة القانونية لمجلس النواب. يعني هينتظروا لما يتعرض يتم انتخابات مجلس نواب جديدة عشان يتعرض عليها وياخد موافقة. هيكون الشهرين دول، في خلال الشهرين دول هيكون مجلس إدارة نادي الأهلي انتهى خلص. طب هنعمل ايه؟ هيبقى الأهلي هيعمل إعلان لانتخابات مجلس إدارة جديدة، وبذلك يحق للكابتن محمود الخطيب انه يدخل الانتخابات من جديد وينجح رغم انف اشرف صبحي ومن وراءه، ويبقى رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي لمدة 4 سنوات قادمة. طيب اتوافق على القانون بتاع تعديل القانون الرياضي والبنود، وان مفيش حاجه اسمها مجلس اداره يقعد اكتر من 8 سنين. خلاص، لا مفيش حاجه، مفيش رجعيه في القانون ده. هيبقى على مجالس الاداره الجديده. يبقى الكابتن محمود الخطيب هينتظر لغايه لما يخلص مدته، ومفيش حاجه تلزمه او قانون يقدر انه يخليه ما يكملش مدته الانتخابيه بتاعه الجمعيه العموميه بتاعته، ويقعد ان شاء الله ويقص شريط، ربنا يديله الصحة وطولة العمر ان شاء الله، ويقص شريط افتتاح استاد الاهلي الجديد، ويظل قابعا جالسا متكئا على كرسي رئاسة النادي الاهلي. واشرف صبحي في اول تعديل وزاري هيطلع بره الوزارة، هيترمي بره في طي النسيان، وكل من حاول انه يساعده في الموضوع ده هيترمي بره، وهيفضل الكابتن محمود الخطيب. وده اللي انا بقوله لكم، وده اللي انا متاكد منه ان شاء الله، بالقانون وبالمدد وبالتواريخ وبكل حاجه. طيب النقطه الثالثه، مباراه، مش هقول مباراه القمه، مباراه الاهلي والزمالك اللي حصل فيها لغط، والاهلي قدم شكوى واللجنه الاولمبيه جت ضده، وبعدين رابطه الانديه عدلت الغرامات والجزاءات والحاجات دي من 6 نقاط ل3 نقاط، وتحمل نفقات الخساره بتاعت المباراه والكلام ده كله. وانا ولله الحمد، العبد لله الوحيد اللي تاكد منه لنفسه، مش برجوع لاخبار، لا، انا عندي قناعة شخصية ومتأكد 1000000%. وقلت لكم احفظوا الفيديو، في فيديو قبل كده قلت احفظوه عندكم عشان هترجعوا له بعد كده، ان هذه المباراة سيتم اعادتها، سيتم اعادتها شئتم ام ابيتم، سيتم اعادة هذه المباراة. وباذن الله الاهلي هيكسب المباراة دي، والزمالك لن يستطيع انه ينسحب، مش هيقدر. ولو انسحب يبقى الاهلي هياخد ال3 نقط رسمي، وفريق المستعمر الخليجي هيعمل كل اللي يقدر عليه بالفساد وبالرشاوى وبكل حاجة، ومش هيقدر يوقف القرار، والمباراة هتتعاد. وبإذن الله هنشوف نهاية دراماتيكية للدوري العام المصري، وبإذنك يا رب
الدوري العام المصري في الجزيرة لسنة 2025. وبرضه هقول لكم احفظوا الفيديو ده عشان هترجعوا له تاني. نيجي بقى لأهم حاجة في الموضوع، أهم خبر اكسكلوزيف عند عم حسن. متى سيتم توقيع عقود أحمد سيد زيزو للزمالك؟ بكل بساطة وبكل هدوء وبكل راحة هقول لكم امتى، وارجعوا لأي حد هتعرفوا ان كلامي صادق، ومن غير ما اقول لكم انا دخلت وجبت الاخبار من نادي الزمالك ولا جبت اخبار مش عارف من اتحاد الكوره ولا لا 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 لا. بمنتهى البساطه عم حسن بيقول لكم بمنتهى البساطه، احمد سيد زيزو احتمال كبير جدا، والله مش جدا بس هو احتمال كبير انه يوقع عقود لنادي الزمالك 2029. نعم 2029. ليه يعني؟ لأنه هو بالفعل مضى عقود مع النادي الأهلي ب4 سنوات. احنا في 2025 و4 سنين يبقى 2029. حضراتكم ان شاء الله مش بعد ما ترجعوا بقى من جنوب افريقيا، وبعد ما نخلص مباراه سيراميكا وكليوباترا، وبعد ما ام محمود تخلص الغسيل وتنشره وتلمه وتكويه، وبعد ما نغير انبوبه البوتاجاز، وبعد مش عارف ايه كل يوم لب 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 لب. احمد سيد زيزو هيقعد في اجتماع بعد ما يلموا فلوس الصيانه بتاعه العماره. احمد سيد زيزو هيقعد في اجتماع مع بتوع مجلس الاداره بعد ما ياخدوا الايجار من عربيه الكشري بتاعه ابو طارق. احمد سيد زيزو هيقعد في اجتماع مع نادي الزمالك عشان يجدد ان شاء الله اول ما يقبض الجمعيه من ام نشوه بتاعه القماش اللي في بلدهم. لا، احمد سيد زيزو ان قعد مع مسؤولين الزمالك لتجديد او لتوقيع عقود لعب لنادي الزمالك هتبقى ان شاء الله مش قبل 2029 بعد انتهائه من عقد النادي الاهلي بال4 سنوات. وما اعتقدش وما امنش وما صدقش ان في لاعب عاقل محترم بعد ما يمضي للنادي الاهلي ويلعب مع النادي الاهلي والنادي الاهلي يوفر له كل اللي هو عايزه ويقعد 4 سنين مع النادي الاهلي ممكن يوقع او ينزل بمستواه ويوقع لنادي الزمالك. هي دي كانت حلقة النهاردة، والف مبروك للزمالك، الف مبروك للاهلي. الاهلي عندما يلعب في صمت ويكسب في صمت، ولكن وراءه شعب يعمل هيصه كبيره جدا. على فكره ده الكلام ده موجه لكل الزملكاويه. اوعوا تفتكروا ان احنا فرحانين ان احمد سيد زيزو جه الاهلي عشان يعلي من مستوى الاهلي. لا لا لا، الاهلي طول عمره عالي وقدره عالي ومستواه عالي ونادي بطولات، ولكن احنا بس بنقول لكم احنا نقدر. يعني ايه احنا نقدر؟ احنا نقدر نجيب احمد سيد زيزو من وسطيكوا وكلكم تقاكوا وتصوصوا وتصيحوا، ولكن برضه هنجيب احمد سيد زيزو. ولو احنا عايزين نجيب حسين لبيب رئيس النادي بتاعكم يشتغل اداري في الجهاز الاداري للنادي الاهلي او مساعد اداري هنجيبه. عارفين ازاي؟ بحاجه بسيطه جدا. بدل ما بيشرب السجاير ام 30 جنيه دي هنعلمه يشرب ميريت ولا مارلبورو احمر. سلام عليكم.